فيديو النهارده هنعمل فيه سندوتشات كلنا بنحبها، ولما بنعدي من على العربيه او قدام العربيه بنشم ريحتها وبنحبها كلنا. هنعمل سندوتشات الكبده، وهنعملها اجمل واحلى من اللي بنشتريها من بره، وطبعا انضف لان احنا عاملينها في البيت وعارفين احنا عاملينها ازاي او جايبين الكبده منين. انا معايا حوالي ربع كيلو كبده. بسم الله الرحمن الرحيم. احطه في بوله، ومعايا معلقتين خل. بسم الله الرحمن الرحيم. والبهارات اللي معايا ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، معايا توم. هحط كل التوابل واحط حته توم، مش هحطها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي هخليها احطها وانا بطبخ او وانا بسوي الكبده معايا. وهنحط عصره الليمونه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعصرها. هنقلب الكبده بعد ما حطينا عليها التوابل والليمون، عصره الليمونه ومعلقه الخل. نقلبها كويس. وحطيت حبه من الثوم، مش الثوم كله، بقيه الثوم هنحطه واحنا بنسوي الكبده على البوتاجاز. المفروض ان احنا بنسيبها في تتبيلتها دي على الاقل نص ساعه. ومعايا بصل، ومعايا فلفل رومي، ومعايا قرن حامي. طبعا الكبده بتبقى جميله وهي حاميه. ومعايا طماطمايه مقطعه مكعبات، انا بحب احط عليها طماطم. هنسيب التتبيله هنسيب الكبده في تتبيلتها نص ساعه، وبعدين نولع عليها نسويها. وبعد ما سيبنا الكبده النص ساعه هنجيب طاسه ونحط فيها حبه زيت علشان نولع على الكبده. طبعا الكبده متاخدش معانا 10 دقايق في تسويتها. هنجيب الطاسه ونحطها على البوتاجاز ونحط فيها معلقتين زيت. بعد ما ولعنا على الطاسه هنحط حوالي معلقتين زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنحط زيت كتير. بعد ما حطينا الزيت هننزل بالكبده اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنديها صدمه، ولازم النار تبقى عاليه. بعد ما شوحنا الكبده هنحط البصل. هنزل بالبصل اللي انا مقطعاه، وهنقلب البصل مع الكبده نتبله عشان نحط الفلفل والطماطم. ومعايا حته الثوم اللي انا كنت سايباها احطها دلوقتي تحمر معانا. بعد ما ريحه الثوم طلعت معانا هنقلبها كلها في بعضها. عايزه اقول لكم الريحه طالعه تحفه جميله. هحط الفلفل، وهننزل باخر حاجه الطماطمايه اللي انا مقطعاها. هنقلب الكبده مع الفلفل مع البصله، وهنقطع قرن الفلفل الحامي اللي معانا. هو ده اللي بيخليها سبايسي، بيديها طعم احلى كمان. هي ريحتها جميله، جربوها مع الفلفل الحامي اجمل من سندوتشات العربيه. هنقلب المكونات مع بعض. وكده الكبده معانا خلاص استوت. هنطفي عليها. كده شكل طبق الكبده بعد ما طفينا عليه.
الرحمن الرحيم. وده شكل طبق الكبده بتاعنا بعد ما خلصناه. طعمها بيبقى حلو قوي، وجربوه، واجمل واحلى من بره مع قرن الفلفل الحامي السبايسي. الطعم تحفه. وده كان فيديو النهارده.